خسارة الزمالك من الأهلي 3-0. بصوا يا جماعة، أسهل شيء في الدنيا بعد أي خسارة لماتش كبير إن أنت تهد المعبد وتقلب الدنيا وتصيح وتلطم. أنا مش بتاع كده خالص. المباراة دي مباراة ب3 نقط والزمالك خسرها، انت بقى عايز تاخدها في حته تانية براحتك، كل واحد ودماغه. ولكن هل ماتش النهارده مزعلني؟ هو اكتر ماتش مزعلني من سنين، يمكن من نهائي افريقيا 2020 ما زعلتش زي النهارده. ماتش يقهر، انا بقول يقهر، وهتكلم عنه بالتفاصيل وكل حاجه. ولكن عارف ايه السبب النهارده الخساره؟ قبل ما اقول لك السبب خلينا نتكلم في حاجه مهمه قوي. الزمالك كسب بيراميدز، اقوى فريق في الدوري المصري رايح جاي، تمام؟ اداء ونتيجه تفوقنا على بيراميدز. طيب بيراميدز نفسه خد الاهلي رايح جاي، الذهاب 2-0 مع ريبيرو، الاياب 3-0 مع ياستورو. يعني باختلاف المدربين بيراميدز تفوق على الاهلي بسهوله، اداء ونتيجه. وبالتالي السبب الاول لخساره الزمالك النهارده اسباب نفسيه. بصوا يا جماعه، اقسم بالله تعالى هتحاسب عليه قدام ربنا. هات السلام الوطني، السلام الوطني، هات بس السلام الوطني بتاع المباراه. شوف وشوش لعيبه الزمالك، مش هتكلم في حاجه. شوف والله العظيم، اول ما شفت وشوش لعيبه الزمالك، لسه هجيلك للعيبه اتقل، اول ما شفت وشوشهم. بالمناسبه يا جماعه انا بقي وجعني متعور فيه، عشان بس ناس كتير اتكلمت متعور هنا وهنا، فمش قادر اتكلم قوي. وده امبارح اعتقد كان واضح. اللعيبه نازله خايفه، اللعيبه نازله متوتره يا جماعه، قلقانه، رغم ان انت كبدايه احنا كنا افضل. ولسه هجيلك دلوقتي ايه السبب الاول كمان للخساره كفنيا بقى. ولكن انا حاسس ان في اخطاء فرديه هتحصل النهارده. بالنسبه لي انا بسميها مباراه الاخطاء الفرديه. اللعيبه نازله قلقانه، نفس الشغل بتاع عينيك فريرة بالظبط. انا مش فاهم في ايه يا جماعه. انت كسبت بيراميدز اللي هو كسب الاهلي 3، طب انت خايفين من ايه؟ على الاقل من مهلنا. لا نغلط غلطه غريبه، الجون الاولاني خطا غريب. ولكن عايز اتكلم في حاجه مهمه قوي، اللي وصلنا للنفق ده في المباراه ناصر منسي الاول. تقول لي الكلام ده؟ والله ناصر منسي يا جماعه في الاول كان جاله انفراد تام بالمرمى، لو حطها بالعرض العدي لوحده وهتروح له على شماله وعدلته براحته جون. خدها منسي بشماله شاطها بره. ايه العبط اللي احنا فيه ده؟ تهريج، ده تخلف يا منسي هو السبب الاول اللي حصل يا جماعه فنيا. دلوقتي بتكلم فني، بره الفني قلت لك نفسي. فنيا السبب الاول اللي قررت الكوره دي ان انت لو جبت الجون ده، ركز معايا، الزمالك اصلا نزل يلعب على ايه؟ ما هداوه خالص. هقول لك بقى تعالى نتكلم فني. الزمالك نزل يلعب على ايه؟ ان انا امرر كتير، اجبر الاهلي ان هو يضغطني، فاخلق مساحات في ظهره، فالعب لعب مباشر في ظهره واوصل لاخوان وعدي ومنسي، تمام؟ فانت لو الجون ده كنت جبته وانت وصلت كده، انت وصلت. هو منسي وصل انفراد ازاي؟ لعبت كوره في ظهر دفاع الاهلي، ولا ده اللي ما حصلش؟ ده اللي حصل. واكتر من كوره وصلت بيه عن طريق كوره مباشره. ضربه الجزاء لسه هنجيلها، كوره اتلعبت في ظهر دفاع الاهلي بانتهاك راح ضربه الجزاء، صح ولا ايه؟ ده اللعب بتاعك. بس انت كنتوا بتعملوا ازاي؟ بان انت عايز تطلع بالكوره على الارض، اللي فيها ميزه وعيب. ولكن هدفك، انا بقول لك تحليل فني انا مسؤول عنه، لو غلط مش هتكلم في الكوره تاني. انا عارف انا بقول ايه. الزمالك كان نازل يجبر الاهلي انه يضغطني عشان انا اخلق مساحات في ظهره، لان انا عارف ان الاهلي فيه مساحات في ظهره. طب هل انا ناجح في الموضوع ده؟ لا مش ناجح. هل انا ناجح في الاستحواذ؟ لا مش ناجح. هل انا ناجح في البيلد اب؟ لا مش ناجح. يبقى ده هنا اختيار خاطئ من معتمد جمال. انا هو بلومه، مش فكرنيش انا بقارنه، لا انا بالعكس انا بلومه. المهم دي الفكره اللي كان بيلعب عليها الزمالك. دلوقتي بشرح لك الفكره، سيبك منها صح ولا غلط، دي الفكره. وبالتالي لو انت كنت جبت جون بدري، جون اللي هو انفراد تام لمنسي حطها بالعرض العدي، دي جون يا جماعه، دي جون. ان العدي على عدلته، شوبير واقف بعيد عن جون، يعني ما فيهاش كلمه. كان الاهلي هيعمل ايه؟ هيفتح الملعب اكتر، والاهلي كمان بيلعب 4-1 هيفتح الملعب قوي بقى خلاص. هتلاقيه مطلع الباكين ومنزل باكين هجومين، خلاص هيفتح الملعب كله. منسي بمنتهى السهوله شايطها كده بشماله بره، ضيعت الدنيا. طيب يا عم ماشي، فرصه وضعت، وده وارد اي فريق في العالم يجي له فرصه ويضيع. نيجي بقى الهدف الاول للاهلي، خطا فردي فادح. حسام مجيد بيطفش الكره بشكل غريب قوي، بيشتتها زي محمود علاء كده 2020، راحت الكره لطاهر. ركز بقى معايا، شحاته يا جماعه في الكره دي. مش شحاته النهارده من اسوأ اللعيبه اللي في الدنيا النهارده، يعني النهارده 0 ولسه سجل تقييمات اللعيبه. لكن شحاته بيعمل ايه يا جماعه؟ المفروض داخل مع بن شرقي يا جماعه جوه ال 18، سايبه. محدش هو سايبه الونش يا عمي، ما انت معاه، ما تكمل جميلك وتخش يا جماعه الخير في دفاع العرضيات. اللاعب رقم 6 لازم يخش جوه ال 18 ويدافع كانه مدافع. واحنا يا جماعه ما بنتفرجش على كوره، احنا بنتفرج على كوره في العالم كله. اللاعب رقم 6 بيخش جوه ال 18 يا جماعه اثناء دفاع العرضيات، دي معروفه. لا شحاته واقف بيتفرج وسايبه للوينج. طب يا ابني ما تكمل، ما تخش، هتخسر. يعني انت لو دخلت جوه ال 18 هتخسر ايه؟ لو كملت مع بن شرقي هتخسر ايه؟ ولا اي حاجه. ادي اول خطا فردي فادح لمحمد شحاته. الخطا الثاني، حسام عبد المجيد بيطلع بالكوره غلط، مش عايز يعمل لي فيها جيهي بقى بتاع السيتي واللعيبه اللي على الطاوله بتاعت بره. يا ابني احنا على قدنا، احنا على قد حالنا. بتدي الكوره لفتح وسط لعيبه الاهلي وغلط كمان. عارف لو اديتها له صح، فتح بيعرف يد. فتح النهارده 0 لسه هاجي، انت اديتها له غلط بعيد عنه. راحت الكوره للاهلي، اتلعبت طبعا ومغطي الاوف سايد حسام، وراحت لحسين الشحات، لعيب اصلا ملط ما عرفش يعمل اي حاجه في اي حاجه. فراد شاطها اصلا كمان وحش، مهدي شالها ولكنها دخلت ماشيه معاهم. كل ده انا بقول لك اهو بتحصل اخطاء فرديه، ماشي. نيجي بقى للكارثه الكبرى،
اللاعب الاول الخساره في المباراه دي حسام عبد المجيد، اخطا خطأين الهدفين الكبيره بقى. بصوا بقى يا جماعه، مفيش زملكاوي يا جماعه على وجه الارض كل في العالم كله بيتفرج على ضربه الجزاء وقال هتضيع ولا لا. كل الناس قالت هتضيع، اقسم بالله انا عن نفسي والله بيني وبين نفسي قلت هتضيع. بص على رياكشناته قبل ما يشوط حسام عبد المجيد. غير كده يا جماعه حسام عبد المجيد النهارده غير موفق. بص يا جماعه، في حاجه في الكوره، كان في ماتش كده لباسم مرسي انا فاكره قوي، كان ماتش اعتقد مع ايهاب جلال، كان برده نفس المنظر، كان اعتقد النتيجه 1-0 او 2-0 للاهلي وضربه جزاء جات لنا. باسم مرسي كان مش شايف قدامه في الماتش ده، بياخد الكوره بيكيف ما فيش، راح خد ضربه الجزاء عايز يشوطها ضاعت. قلت لي حسام رقم واحد يا جماعه، حسام النهارده غير موفق. وانا في حد كاتب لي، كانت في اخت فلسطينيه كانت كتبت لي اسمها اريام، اسالتني على قلت لها كده نصا عدي الدباغ بيلعب ضربات الجزاء حلو جدا فرود. وعلى فكره بقى المفاجاه، افضل لاعب في ماتش النهارده في الزمالك هو عدي الدباغ، عشان بس اوعى تفكر ان انا لا يا حبيبي هقول عدي الدباغ النهارده هو افضل لاعب في المباراه، واسوأ لاعب في ماتش النهارده حسام عبد المجيد بالتساوي مع ناصر منسي وشحاته وفتوح. الثلاثه دول صفار. هتقول لي وعبد الله صفر معاهم، كل دول صفار. النهارده نص ملعب الزمالك بالكامل صفار. تقول لي يا جو انت مش حطيت ده؟ ايوه انا حطيت دول فعلا. اصل انا عندي بره فيتينيا ورودري وبيدري وما حطيتهمش، مفيش حد بره والله. قول لي مين بره كده؟ ربيع ورحمه ابي. ربيع ده لو كان لعب كان هيجيب جونين في نفس 3 اجوان في نفسه. ربيع لعب النهارده ربيع، وانا بقول لك انا عارف انا بقول ايه، ده شغلي. ربيع كان متوتر قدام انبي قدام الاهلي، كان هيحصل له حاجات بقى في جسمه غريبه، يعني اللعيب متوتر قدام انبي هيعمل ايه قدام الاهلي، فما كانش ينفع يلعب. تقول لي ادم كايد نزل عمل ايه؟ لا بيدافع ولا بيهاجم ولا بيوصل، مفيش حد والله. ليه يا حبيبي مفيش حد بالهداوه؟ عشان عارف الناس هتقول لي كده، انا عارف، لان نص ملعبك كان 3، دونجا 6، عبد الله 8، ناصر ماهر 10. حضرتك الاداره راحت باعت دونجا 6 الاساسي، ناصر ماهر 10 الاساسي. ما بالكش غير عبد الله 41 سنه بس، ده اللي اتبقى لك فقط. هتبقى لك حد تاني؟ وجود دول مع وجود فتوح كنت ممكن تعمل سويتش تغير، كانت هتفرق معاك، لكن انت ما عندكش اصلا رقم 6 اساسي اساسا. تفتح باك بنلعبه نص ملعب عشان ما فيش حد والله يا جماعه، ما فيش اي حد خالص نلعبه عشان بس. وانا مش بقولهم لا، انا شايف ان معتمد الثلاثه لعب بيهم صح في نص الملعب، هم اللي كانوا وحشين. ركز، هم فرديا اللي كانوا وحشين. فتحي النهارده بيجي له الكوره بيقع على وشه، طب اعمل له ايه؟ دي بتاعت مدرب؟ هو يا جماعه الناس مفكره ان المدرب ده بريموت كنترول هيحرك اللعيبه؟ مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. يا جماعه ده اي مدرب في العالم بيبقى بيستخدم الادوات دي عشان يحط التكتيك الصح بتاعه والتوفيق بتاع ربنا. لكن فتوح ياخد الكوره كيف على وشه، ده هيعمل ايه؟ محمد شحاته فارد ايده كده، يعني الكوره عبيطه فارد ضربه جزاء، ايه ده؟ محمد شحاته ما كملش مع بن شرقي واقف بيتفرج على ايه دي؟ حسام المجيد بيطلع باص للعيبه الاهلي، ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه اخطاء فرديه يا جماعه. المهدي السماعي على فكره الجون الثالث بالنسبه لي يشيله، انا عارف الجون الثالث بن شرقي شايطها بالراحه قوي على الارض، انا شايف بس مش فارقه كده، 2-0 من 3-0 مش فارقه. ولكن النهارده اللاعب الوحيد النهارده اللي عجبني عدي الدباغ. عبد الله 0 عشان لسه هتكلم منتخبات. النهارده الوحيد اللي عجبني عدي الدباغ. يبقى اول سبب خسارك النهارده سبب نفسي، انت لازم متوتر. ثانيا كره ناصر منسي والله يا منسي اللي انت ماشي فيه ده سكه سودة. وانا قلت كذا مره بقالي فتره بنتقد منسي، قلت منسي مش كويس وقدام ايه بضيع النهارده منسي مش فكره انانه يا جماعه، ما بياخدش قرار صح ولا بيدافع ولا بيضغط. ايه اللي حصل؟ مش فاهم ايه اللي حصل فجاه. المنسي كان خارق لغايه من 4 ماتشات بس، ايه اللي حصل فجاه 3 اسابيع اللي فاتوا دول؟ مش عارف بصراحه. ثالث حاجه حسام المجيد، وانا بقول لك اصلا لما بتكلم فني حسام المجيد مضيع المباراه كلها، ولا دفاع ولا خروج بالكوره ولا اي. النهارده يا جماعه الاهلي ما لعبش اصلا، الاهلي ده كسبان 3 والله. بس يا جماعه انا عارف انا بقول ايه، مش معنى ان فريق كسب 3 يبقى فنيا كان كويس، ده هي كلها اخطاء فرديه فقط، مفيش اي حاجه اتعملت النهارده. هو الزمالك يعني انت النهارده اكتر من كوره النهارده دي. لو كوره مانسي دي دخلت انت كسبت المباراه، بقول لك انت كنت كسبت كوره مانسي دي بالذات، كسبت المباراه اصلا. كان الاهلي كله هيبقى قدام خلاص، والضغط هيبقى، ولاعيبه الجمهور الاهلي كان هيشتم لعيبه الاهلي زي ما حصل قدام بيراميدز. الجمهور الاهلي قعدوا يشتموا اول ما دخل بيراميدز الجون، كان هيحصل برضه كده. الجمهور هيقعد يشتم لعيبه الاهلي هيخرجوهم بره الجيم خالص، هيبقوا متوترين وبيطاردوا النتيجه. لكن منسي ضيع المباراه، حسام عبد المجيد بيعلق لحم ضيع المباراه. حسام عبد المجيد ما كانش ينفع يشوط ضربه الجزاء، لاعب غير موفق تماما. ويا جماعه دي مباراه وخلصت خلاص، ممكن نفكر في اللي جاي. مباراه وانتهت، نفكر في اللي جاي. احنا لسه اول الدوري، الموضوع في ايدينا. نكسب سموحه وسيراميكا ان شاء الله تاخد، ماليش دعوه بقى الاهلي يكسب يخسر بيراميدز يكسب، ماليش دعوه خالص. انا ركز مع نفسي يا جماعه فقط. اكسب سموحه ان شاء الله باذن الله خلاص، نكسب سيراميكا، انا الموضوع في ايدي يا جماعه. الفكره كلها ان انت هتضغط قبل الكونفدراليه مش مهم. انا بالنسبه لي الدوري اهم شيء، نركز في الدوري. عندك ماتش سموحه ماتش سيراميكا تركز عليهم فقط، بلاش نهد المعبد يا جماعه. هجري التقييمات سريعا، مش هقعد اطول كتير عشان هغلط لو طولت. مهدي السمان 3/10، حسام عبد المجيد 0، الونش 0، محمد اسماعيل ما كانش وحش النهارده، محمد 4/10، بينتاج برده ما كانش وحش النهارده، بينتاج 4/10، محمد شحاته 0، عبد الله سعد 0، فتوح 0، اخواني النهارده ما عجبنيش خالص 0 برده، عدي الدباغ بالنسبه لي 7/10 هو افضل لاعب في المباراه، ناصر منسي -1 لم ياتي المباراه، شيكو بانزا 0
ليه صفر؟ لعب مساحات تحولات. الاهلي الشوط الثاني نزل تحت الكوره وما فيش، اختفى. وانا نسيت ليه يبدا ايه يا جماعه؟ يبدا ايه بس؟ يبدا ايه يا جماعه؟ يا جماعه ارجوكم اسمعوا كلامي لما اقول لك لا، لعيب ده لعيب مساحات، لعيب فقط عايز تحولات فقط. انت منزله والاهلي كسبان 2 وهو كمان نازل تحت الكوره مش هيعمل حاجه، ولا عارف يعدي ولا يرفع ولا يخش ولا حتى يدافع. صفر. بقيه اللعيبه مفيش اي حد يعني عمل اي حاجه. ادم كايد ما عملش حاجه، لا مفيش اصلا تقييم ليه. محمد سيد مفيش تقييم ليه. الجزيري لما نزل كان كويس على فكره، كان بيحاول وبتاع. انا كنت عايز ينزل اصلا بين الشوطين، مش مرة تغيير تشيكو بنزا دي. اسيب عدي واسيب وانزل الجزيري مكان منسي عادي، واحط الاثنين واقلبها 4-4-2 والاثنين بيخشوا جوه عادي والله جدا جدا. اودي عبد الله وينج او فتح وينج، ممكن اودي او فكره فتح باك واودي بنتاك وينج والعب 4-4-2 اقلبها عرضيات. هو اصلا عنده مشكله فيها اصلا، بس مفيش افكار يعني. حتى حاجه فنيه بص قلتها وانا قاعد هنا في البيت كنبه ورايا يا جماعه. افكار اهي 4-4-2 يقلبها كده، والجزيري بيعرف ياخد ضربه جزاء وخد فاول على المنطقه، بيعرف يحاول، بيعرف لما نزل حاول. 5 من 10. يا جماعه ده كان دردشه عن ماتش الزمالك والاهلي، كفايه كلام اكتر من كده. السلام عليكم.